من يحاولون إحراق القرآن، من يحاولون إحراق صفحات القرآن، هل يستطيعون على نزع القرآن من قلوب المسلمين؟ هل يستطيعون على إحراق القرآن من قلوب هذه الآيات اللي بنراها يوما بعد يوم وتظهر لنا للملأ كله وللدنيا كلها؟ من أجل أن أقول مرة أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحمد مسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أحمد لا يعرف شيء غير القرآن الكريم. لو سألناه عن أي شيء آخر غير القرآن لن يجيب علينا، مش هيجيب علينا ولا هيرد علينا ولا هيقول لنا أي حاجة. أحمد يحفظ القرآن الكريم كاملا. أحمد يحفظ القرآن برقم الآيات، برقم الصفحات، برقم الجزء، برقم الأرباع، برقم الحزب، بالقرآن الكريم باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. أيضا يعرف أحكام التجويد، أيضا المتشابهات في القرآن الكريم. أشياء مش عايز أقول كلام كتير، ولكن هنتعرف على أحمد ونسمع من أحمد. وبدعو الكل أن يتواصل معنا الآن من أجل أن احنا نتداخل ونسأل أحمد علشان نتأكد ونفوق، ويبقى أحمد حج علينا من أجل أن احنا نعود لكتاب ربنا، نعود إلى المصحف، نعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى. في البداية بقول لك يا أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بك أستاذ ملهم أخي الحبيب. أهلا بيك يا أحمد، كل عام وأنت بخير. أنت بخير والحمد لله. كويس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يلا نبدأ مع القرآن مباشرة. جاهز. طيب بسم الله بسم الله. هنمسك المصحف مع بعض ونسأل أحمد أي آية هنسألها. يا رب ربنا يوفق أحمد ويذكر أحمد يا رب، اللهم أمين. هيقول لنا الآية دي فين ورقمها إيه وترتيب السورة إيه وأول السورة ونهاية السورة إيه. هنشوف مع بعض. هنبدأ كده من البداية إن شاء رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رقم الآية 21 سورة البقرة، رقم السورة 2، وعدد ونزلت في المدينة المنورة ولها 286. رقم الصفحة 4. الله والجزء الأول والحزب الأول. طيب أعدت للكافرين. أعدت للكافرين في البقرة 2 وآل عمران 3. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. 24. جميل. والسورة مكية ولا مدنية؟ مدنية. سورة إيه؟ البقرة. الجزء كام؟ الأول والحزب الأول. طيب قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 32 31 و32 سورة البقرة الصفحة 6. جميل. طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. رقم الصفحة كام؟ 16.
الله أكبر. واتبعوا ما تتلو الشياطين جميل. على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. 102 البقرة. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها سورة إيه؟ الشمس. الله أكبر. 91. الله أكبر. والليل إذا. رقم الصفحة كام؟ 593. الله أكبر. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. أول السورة إيه؟ والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. طيب جميل ما شاء الله عليك. السورة مكية. سورة الشمس الجزء 30 والحزب 60. ما شاء الله عليك يا أحمد. 5 و6 كام يا أحمد؟ 5 زائد 6 بيساوي كام؟ 13 سنة. يعني انتوا واضح اهوت من سؤال مشاهدينا الكرام. بقول لحضراتكم زي ما قلت هو ما يعرفش اي حاجة في القرآن الكريم، اسأله زي ما قلته مش هيعرف، هيروح ويجي وفي النهاية يقول لك انا عندي 13 سنة. على العموم هنستقبل اتصالات يا احمد ونرحب بمشاهدينا الكرام، ولسه هنسأل وهنتكلم وهندخل في المتشابهات وندخل في احكام التجويد ونسمع احمد وهو بيقرأ القرآن باللغة الانجليزية وباللغة الفرنسية، حاجات كتير. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في الوقت يا رب العالمين. معانا اتصال الاستاذ محمود، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ مريم؟ اهلا بيك، اتفضل. الله يكرمك يا استاذ محمود. حضرتك طيب وحشتنا والله. ربنا يبارك فيك، اتفضل. انا صراحه يعني ببارك للاخ احمد يعني وجزاه كل خير على حفظان القران، يعني دي معجزه المفروض نحفظها في ايامنا هذا يا استاذ ملهم. صحيح. واخد بال حضرتك؟ لا انت واخد بالك يا استاذ محمود لما بتساله في حاجه غير القران ما يعرفش طبعا، وقاعد تجيبه من القران من بدايه البقره وتروح في النهايه خالص تجيب له يعني ايه في جزء من سوره. انا مع حضرتك صراحه، يعني دي معجزه انت جبتها لنا واحنا متعودين على الحاجه الحلوه اللي دايما بتقدمها لنا. ربنا يبارك فيك. اساله سؤال يا استاذ محمود. اساله سؤال. طيب يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله كويس. عامل ايه؟ جزاك الله كل خير يا اخي. يا محمود انا هسأل حضرتك سؤال. نعم. 5 في 5 بكام يا اخي؟ الايه؟ 5 في 5 بكام؟ 13. طيب اسأله سؤال في القرآن يا أستاذ محمود. أسأله سؤال في القرآن؟ أنت بتهيألي الصورة واضحة ليك. حاضر. اسأل يلا سؤال. بسم الله. أمرك يا فندي. يا أستاذ أحمد. أيوه. طيب هي أمرني. سورة قل هو الله أحد في الآخر ولا في النص يا أستاذ أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نزلت مكية ولا مدنية؟ مكية. نزلت في مكة المكرمة. سورة الإخلاص رقم السورة 112. نزلت في مكة المكرمة. رقم الصفحة 604. جميل. اللهم صل على النبي. جميل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي عليه الصلاة. شكرا جزيلا. جزاك الله خير يا أستاذ ملهم. دايما متعودين على الخير اللي أنت بتجيبه لنا يا أستاذ ملهم. شكرا يا أستاذ محمود، ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حمزة أهلا وسهلا.
حياك الله أستاذ ملهم. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا أبو حمزة، ربنا يكرمك. الله يرضى عليك يا أستاذ ملهم، الله يبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في أهلك ومالك، آمين. وأن يرفع قدرك ويعلي شأنك، وأن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك يا رب. اللهم آمين. لقد رأيت أخونا أحمد قبل ذلك، ووالله أنا منذ أن بدأت الحلقة وأنا أتذكر قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا من أولياء الله. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما نعم ويضع به آخرين. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهذا هو القرآن الذي أعلى شأن أهله، لأن لله أهلين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم. أسأل الله أن يبارك فيك. ممكن أسأل؟ اسأل. اتفضل أبو حمزة. كيف حالك اسألني أبا حمزة. الله عليك. جزاك الله خيرا. ما شاء الله، والله شرف لي أن تذكر اسمي. الله يكرمك. يعني أسألك من قول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فضل. أي سورة؟ 125 سورة طه. اسمع تاني يا أحمد. اسمع الإجابة أبو حمزة. اتفضل. سأسألك الإجابة يا أبا حمزة. أبا حمزة. اتفضل. الآية 25 سورة طه، ترتيبها رقم السورة 20، نزلت في المدينة المنورة، ولها 125 آية. الحزب 16، الحزب 32، ربع وعنت الوجوه للحي القيوم. الله. أول الصفحة فتعالى الله الملك الحق. وسط الصفحة فوسوس إليه الشيطان. آخر الصفحة ونحشره يوم القيامة قال رب لما حشرتني أعمى. دي آخر الصفحة. هذا جزاء من أعرض عن الله. جزاك الله خيرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جميل. قولها لي باللغة الإنجليزية يا أحمد. الله أكبر. I create no cricket. The create the function of the creating account and goes to create day of creation by وبالفرنسية. أستاذ ملهم. نعم. ممكن يدعو لنا؟ إن شاء الله بإذن الله في النهاية. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك. يعني يفهم يعني نعم. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. الكنترول؟ نعم. أرجع للكنترول بس. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. ومن أعرض عن ذكر قولها لنا باللغة الفرنسية يا أحمد. يعني شو أحمد ما شاء الله في القرآن لو قلنا له لو قلع القميص ما يعرفش يلبسه تاني. خدوا بالكم، تسأله في شيء غير القرآن الكريم لن يجيب عليك وما يعرفش أنت بتقول له إيه، ولكن هات له في القرآن فربنا يوفق ونستقبل اتصالات حضراتكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب قول لي. طيب أم خالد أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أم فارس مش أم خالد. أم فارس عفوا أهلا وسهلا. مش فارقة، ده أم خالد شقيقتي يعني. ربنا يبارك فيك. اتفضلي. أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ أهلا بيك. الله يكرمك. عودا حميدا يا أستاذ ملهم مع برنامج الخير والرحمة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وما شاء الله عليك، يعني بحيي ابننا الغالي ملك القرآن أحمد مسلم بارك الله فيك. ما شاء الله. ازيك يا أحمد؟ الله يبارك فيكي أم فارس. يا أم فارس. الله يبارك فيكي ويصلح لك الحال. رفع الله قدرك يا أم فارس. وقدرك يا حبيبي، ربنا يسعدك يا أم فارس. على فكرة يا أستاذ ملهم. نعم. ده الشيخ أحمد ما شاء الله عليه معاه قراءات. صحيح. يعني معلومة يمكن ما أنا قلناها. صحيح. والله ما خدتش بالي. صحيح. يلا اسألي يا أم حاجة أم فارس. خلاص خير. بقول لك يلا اسألي إيه؟ بسم الله. بقول لك إيه؟ خد بالك هيبقى اختبار صعب يا أحمد. الله أمر
أموريني. ما يأمرش عليك ظالم يا بابا. يعني أسألك في ورش ولا أخلينا في اسأليني في القراءات العشر. لا اسأليني. أنا مش قدك، أنا هسألك سؤال في ورش. ماشي؟ ماشي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لا، إن الله مع الصابرين. أنت بتقرأ ورش، يبقى الراء هنا إيه؟ ورش. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أحسن. إن الله مع الصابرين. طب في سورة إيه دي حبيبي؟ السورة 46 سورة الأنفال. رقم السورة 8. الله أكبر. نزلت في المدينة المنورة ما شاء ولها الله. 175. ما شاء الله. أول الصفحة. ما شاء الله. ما شاء الله. وأطيعوا الله ورسوله. وسط الصفحة ومن يتوكل على الله. آخر الصفحة فأخذهم الله بذنوبهم. الجزء 9 والحزب 19. الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله ما شاء كفاية الله. عليك كده. ما شاء الله. ربنا يوفقك ويزيدك يا أستاذ ملهم على النماذج الجميلة اللي أنت بتجيبها. الصفحة 156. وأطيعوا الله ورسوله. صفحة كام؟ 183. أحسنت. ما شاء الله. 183. جميل ما شاء الله. الله فيك. ما شاء الله. 183. أحسنت. جميل ما شاء الله ما شاء الله عليك. ربنا يزيدك يا ابني يا رب. يا رب اللهم آمين يا مش رب. عايزة أطول عليك يا أستاذ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. أم عبد الرحمن أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش بس أستاذ ملهم. نعم. كنا عايزين نسأل الطريقة اللي اتعلم بيها الأخ أحمد. طيب حاضر يا أم عبد الرحمن. وهل هو بيعرف يصلي ويصوم وعارف الأركان كلها بتاعت الصلاة والصوم حاضر. ويا ريت تقولوا لنا بس الطريقة اللي تلقى بيها. حاضر. يا ريت نتواصل مع أم أحمد وتتواصل معنا وتقول لنا الطريقة والتفاصيل كلها لكل الأحباب اللي عايزين يعرفوا يعني أشياء أكثر وأكثر. شكرا جزيلا. الأستاذ محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا نفسي بس أدعي لأخويا أحمد اللي معاك دلوقتي وأقول له ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك يا رب ويسترك وينصر مصر بأمثالك إن شاء الله يا رب يا رب. وألف شكر. أنا ما عنديش أسئلة ليه. ربنا يحافظ عليه. ده عمي، هو عمي. يلا السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم علاء أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أستاذ ملهم يا رب ويخليك لنا يا رب ويبارك في هذه القناة المباركة والقائمين عليها يا رب اللهم آمين. ويبارك في أحمد يا رب وفي اللي زيه يا رب. يا أستاذ ملهم هذا الإعجاز من الله سبحانه وتعالى ليثبت به الله سبحانه وتعالى قدرته عز وجل. فالإعجاز عند أحمد أن حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن في قلبه، فهو يعتبر كمبيوتر بشري رباني. فأنا فعلا عندي أولاد عندها ضمور في المخ، وهذا الإعجاز عند أولادي هو إعجاز من الله برضه، حيث يثبت الله سبحانه وتعالى قدرته أنه يقول تعالى يا أعظم دستور يلي أخذت شهادات العالم كلها وأصلح مركز واحد من ملايين المراكز اللي في المخ، فيثبت عجزه وأن هذه هي قدرة الله، ولا يوجد لحد الآن علاج للضمور في المخ. وأما بالنسبة للقرآن الكريم وحضرتك بتسألنا، أنا نفسي وطلبت مرة من قناة الرحمة أنهم يستمروا في إذاعة برنامج الكتاب الكبير بتاع الدكتور إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الله يكرمك، لأن أنا حافظة والله 23 جزء. طب اسألي يا أم علاء، يا أم علاء اسألي. نعم. حافظة ما شاء الله 23 جزء. اسألي أيوه. أحمد في أي سورة في أي آية، اسأليه كما شئت إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في سورة مريم مثلا الآية الكريمة
في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تمام. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. جميل. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ما شاء الله. الجزء كام؟ 16 الحزب 31 أول الصفحة فكلي واشربي وقري عينا وسط الصفحة ولم يجعلني جبارا شقيا آخر الصفحة وأبصر يوم يأتوننا. ما شاء الله. الآيات بارك الله فيك يا أحمد. من 28 إلى 34 إلى 4 اللي أنت قرأتوها إلى 34. هل يوجد إعجاز في بشر يقدر أن يفعل في المخ الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ الصفحة ما شاء الله. الصفحة 300 شكرا يا معلم. ما شاء الله. هو لابد ان هو يجيب كل يعني مسألة الجزء رقم كام والصفحة رقمها كام والآيات رقم كام ورقم الصفحة فهو لازم يقول كل ده. ما شاء الله. طب معنا اتصال. الصفحة 327. تمام. اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. ازيك في الملهم؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف صحة وسعادة. فتح الله على الشيخ أحمد. يا رب اللهم آمين. ربنا يجعله كله ميزان حسنات يا رب. يا رب. ينصر به هذه البلد التي كانت في ظلمة. نعم نعم. يا ريت يا شيخنا يسمعنا صوته كده على طول والله بجد تستضيفه على طول يا شيخنا الله يكرمك. ان شاء الله. أيوة. باذن الله. الصفحه 200 رقم الصفحه 307. جميل. الايات اللي كان بيقراها في سوره مريم. تمام. شكرا جزيلا لك. يا ريت بس يسمعنا ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورة إيه؟ سورة إيه؟ الآية 63 في أواخر سورة الزخرف. الصفحة ترتيبها 45. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد الأستاذ محمد. أهلا وسهلا. الأستاذ أحمد عفوا. أستاذ أحمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. اتفضل. أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. أنا صراحة متعجب من رقم الصورة 43. جميل يا أحمد. نسمع الأستاذ أحمد. اتفضل. عندي سؤال للأخ أحمد. تفضل تفضل. أبي يقرأ لي من سورة يوسف. ولما دخلوا على يوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. رقم الآية 69 سورة يوسف الترتيب 13 والجزء 13 الحزب 23. ورقم الصفحة
الصفحة 263. لا 241. طيب عدد 243. جميل. عدد سور القرآن. 243. عدد سور القرآن 114 سورة. نعرف نقولهم من البداية؟ ربع وما أبرئ نفسي. لا عدد سور القرآن. سور القرآن نقولها من البداية خالص. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يونس، هود، لا. التوبة. الأنعام. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، الطور، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، والإنسان، والمرسلات، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار، والمطففين، والانشقاق، والبروج، والطارق، والأعلى، والغاشية، والفجر، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، والشرح، والتين، والعلق، والقدر، والبينة، والزلزلة، والعاديات، والقارعة، والتكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس. هو 114 يبقوا 114 سورة قرآنية. جميل، ما شاء الله ما شاء الله. وقارون وفرعون وهامان. السورة دي سورة ايه؟ الآية دي سورة العنكبوت. رقم الآية رقم الآية 40. رقم الآية كام؟ 39. ما شاء الله. الجزء 20. ورقم الصفحة 401. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. جميل. طب قول لي الجزء الحزب 40 وربع فآمن له لوط. طيب أول الصفحة وقارون وفرعون وهامان. وآخر الصفحة وسط الصفحة لو كانوا يعلمون. وآخر الصفحة ولذكر الله أكبر. جميل. قل الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده. ترتيبها 39 مدنية مكية. قل الحمد لله. سورة النمل. تمام. قل الحمد لله وسلام على عباد. الآية 59 والآية 59. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما شاء الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من الآية 59 للآية 63. ما شاء الله. النمل ترتيبها 27. طيب بسم والجزء 20. الحزب 38. نفسك في ايه يا احمد؟ ماذا تتمنى؟ أتمنى لحفاظ كتاب الله أن يقرأ كتاب الله كاملا حيث قال وأن أرتل القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا. طيب بسم الله بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك يا أحمد. يعني الواحد بيتمنى أن يقعد معاك أكثر وأكثر، بياخد منك العلو الهمة والنبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أهل القرآن. يعني زي ما سمعنا مشاهدينا الكرام وشفنا أحمد، الوقت مر سريعا سبحان الله. كان في اتصالات كثيرة ولكن ما قدرناش ناخدها كلها لأن محتاجين أن نتعرف على أحمد المعجزة، الآية الربانية اللي موجودة معنا أكثر وأكثر. من النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صلى الله عليه وسلم. والسلام. أحمد زي ما سمعنا وشفنا يحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب ما شاء الله. رقم الآيات، رقم الصفحات، رقم الأجزاء، الربع، الحزب، أول السورة، وسط السورة، آخر السورة، والمتشابهات، وعلم القراءات، وباللغة الإنجليزية والفرنسية آية. ما شاء رب العالمين. محتاجين أن يقعد معنا دايما، محتاجين أن احنا نشوفه مرة واثنين وثلاثة. وأنا بدعو كل أب وكل أم لو في نماذج زي أحمد بنفس الموهبة وبنفس المعجزة اللي موجودة معنا، يا ريت يتواصل معنا من أجل أن احنا نظهر هذه المعجزات وهذه الآيات في برنامجنا وبرنامجكم برنامج السهم على شاشة الرحمة، من أجل أنهم يتواجدوا معنا. أي حد عنده موهبة في القرآن الكريم مثل ما نرى أحمد ما شاء رب العالمين، أي حد عنده موهبة كان رجل أمي زي ما شفنا نماذج قبل كده معنا، أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن يحفظ القرآن الكريم وسنه كبير فوق 50 سنة و60 سنة و70 سنة، يا ريت أبنائه يتواصلوا معنا من أجل أن احنا نقول هم دول بالفعل هم الفرسان، دول بالفعل المفترض هم اللي يظهروا على الفضائيات، بالفعل دول هم المفترض اللي هم يقدموا للناس من أجل أن هم يبقوا آية ويكونوا حجة علينا، ونتأكد يوما بعد يوم بأن الإسلام بخير وبأن أمة الإسلام بخير وستظل بخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أنا بقول لك في النهاية يا أحمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أولا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي، أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو
وهمس دعائي بالدموع يدي، بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو ضرارة عيش في رضاك، وما أطيل سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع، كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا ربي فاغفر زلتي كرما، يا رب يا رب. واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، فليرحم العبد بعد الله من أحد. الله عليك يا أحمد، منور يا أحمد، منور، أسعدتنا يا أحمد، وبنسعد بك دائما في قناة الرحمة. شكرا جزيلا. برنامج السهم. شكرا. موضوع حلقتك مع أحمد مسلم. موضوع حلقتك مع أحمد مسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام. ده اسمه برنامج السهم، قناة الرحمة. ما شاء الله عليك يا أحمد. موضوع حلقتك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مشاهدينا الكرام، يعني في النهاية بنقول فقرة المتغيبون، يعني ربنا يبارك في أحمد يا رب، اللهم أمين. أعتقد ما فيش تعليق، الرسالة وصل لحضراتكم. فنأتي إلى فقرة المتغيبون اللي بنعرضها دايما في كل لقاء. هنعرض